أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin para ya, wa marhaban hudurun fil mahdi Sultan Mahmud Darul Jayu ikramu. Hari ini Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Mari kita bersama salat Asar berjamaah pada hari ini. Azan dikumandangkan oleh Ustadz Fakhrul Razi Amanci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Assegaf dengan pembahasan kitab Khosois Muhammadiyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badun Jawi Kerama mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار اللهم اجعلنا من النار اللهم اجعلنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار السالمين اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام فإن ربنا بسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يرمي ربنا يا معبود سبحان الله 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 بعمله يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم للحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى رسولنا سفينة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى بن عبيد الله وسلم وفريهما. ثم إلى الفقيه مقدم محمد بن علي علوي والفقيه مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن محمد السقاف ووصول فريم الشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بارد الحبيب عبد الله بن الحداد الحبيب أحمد بن ذي الحبس والحبيب علي بن عبد الله السقاف والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب محمد بن حسن العطاس والحبيب حسن بن سليمان البحر والحبيب عبد الرحمن الجوفري والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب عبد الله بن عمر شاطر أولادي والسيد حبيب محمد المهدي أبو بكر الحبيب حسن الحبيب سالم والسيد علاوي بن عباس المالك الحسني والحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ولد الحبيب عبد الله وإخوانه حبيب محمد بن حسين مقبول ولد الحبيب علي وإخوانه وجدنا الحبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وولد الحبيب محمد شوقي الحبيب عبد الله بن عمر
وإلى روح صاحب الكتاب العلامة المحدث أبو يا سيد محمد بن علوي المالكي الحسني، وإلى روح صاحب المجلس الأستاذ الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي، وإلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين من صلى وتصدق إلى هذا المسجد ومن لا يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته ويجعل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر المسلمين معاشر الحاضرين وكافة المستمعين والمستمعات، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pertama untuk melaksanakan salat asar secara berjamaah, dilanjutkan majlis rutin di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Kita hanya bisa berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah yang telah kita lakukan diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala apa yang kita hajatkan, kita niatkan, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kalau ada di antara kita yang terlilit hutang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunaskan hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita masih membahas tentang keutamaan sholat sunnah. Sampailah kemarin terakhir membahas tentang keutamaan sholat 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Beberapa hadis telah disampaikan yang berkaitan dengan 2 rakaat fajar. Lalu selanjutnya di sini Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengatakan wa min dzalika fadlu sholati qabla adh-dhuhri wa ba'daha wa anna man wadhaba 'alaiha haramallahu jasadahu 'alan nar. Di antara salat-salat sunnah atau keutamaan salat sunnah di sini adalah keutamaan salat sebelum zuhur dan setelah salat zuhur. Dan barang siapa yang rutin
rutin untuk melaksanakan sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, sholat sunnah yang ada sebelum sholat zuhur, sholat sunnah yang ada setelah sholat zuhur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan jasadnya atas api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, man yuhafidhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu jasadahu 'alan nar. Di dalam hadis ini Nabi bersabda, barang siapa yang merutinkan, memelihara, menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur, salat 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya terhadap api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah kabar gembira. Ya, sebenarnya adalah kabar gembira buat kita. Kalau memang kita rutin bahwa kita tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan. Berarti kan kalau haram itu tidak bakal kita temui. Tidak bakal kita temui atau kita dapatkan. Maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rutin melaksanakan salat qobliyah dan ba'diyah zuhur tapi 4 rakaat. Selama ini mungkin kebanyakan orang hanya melakukan 2 rakaat. Walaupun sebenarnya sunnah juga. Seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa majelis sebelumnya, bahwa qobliyah zuhur itu minimalnya 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Tapi sebagusnya kalau memang bisa 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Karena katanya 2 rakaat ini, 4 rakaat ini katanya sholat qobliyah ataupun ba'diyah yang Nabi lakukan ketika Nabi tidak lagi keluar dari kota Madinah atau kota Mekah. Ketika Nabi lagi berada di kota, tidak kata keluar berangkat ataupun perang, maka Nabi kata tidak pernah meninggalkan 4 rakaat ini. Tapi kalau memang kata Nabi keluar dari kota Mekah, keluar dari kota Madinah ataupun perang, katanya Nabi tidak meninggalkan sholat sunnah tersebut yang qobliyah ba'diyah tadi itu. Apalagi wajib, jelas sudah. Tidak Nabi tinggalkan. Tidak Nabi tinggalkan. Terus Nabi tetap melakukan, cuma Nabi ngurangi jumlahnya baik. Yang asalnya 4 sama Nabi dijadikan 2 rakaat. Jadi katanya minimal kita 2 rakaat. Kalau kita pengen mengikuti sunnah Nabi, tapi kalau memang kita punya himmah yang kuat, punya semangat yang kuat, tekad dan kuat, maka kita usahakan untuk 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Di dalam riwayat lain katanya arba'un qabla zuhri laisa fihinna taslimun tufattahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur yang kita lakukan itu katanya tidak ada atau tidak dipisahkan oleh salam. Jadi 4 rakaat ini langsung satu salam. 4 rakaat ini langsung satu salam. Tetapi ulama fikih menyatakan, kata ulama fikihnya sebenarnya boleh baik kalau 2 rakaat 2 rakaat. Ya, kalau emang gitu nak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Tapi memang kalau afdolnya langsung 4 rakaat tanpa ada salam, langsung 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, sesudah zuhur. Tufattah lahunna abwabus sama. Lalu katanya di 4 rakaat ini yang sebelum zuhur ini, Allah Subhanahu wa taala katanya di jam tersebut, di waktu tersebut, apa yang Allah berikan? Allah buka pintu-pintu langit. Pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada pintu langit dibuka, kesempatan kita untuk berdoa. Hendak berdoa. Walaupun sebenarnya
ada keistimewaan, ada khususiat atau keutamaan tersendiri. Bahwa antara adzan dan iqamah itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Jadi kalau kita kepengen berdoa, di antara waktu mustajab itu antara adzan dan qomat. Berdoalah banyak-banyak gitu. Minta apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting kalau bisa minta itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah. Itu yang terpenting. Dan kalau sudah bersama Rasulullah, kalau bahasa kita ceto bisa nyingok Allah Ta'ala gitu. Tapi kalau sudah sama Rasulullah pun tidak. Dia masuk surga, tapi dia tidak bersama Rasulullah. Ataupun nanti wal iyadzu billah, diharamkan untuk bisa nyingok wajah Rasulullah. Ya Allah, alangkah sedihnya. Kalau mereka yang di dunia nyakit ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga mungkin dia. Nyakit masuk surga. Tetapi di surga tidak bisa nyengok Nabi Muhammad. Tidak bisa nyengok. Kalau sudah duduk di surga, tidak bisa nyengok Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun tidak nyengok kita. Jadi apa nikmatnya duduk di surga kalau saya itu? Mungkin harapan dia kalau saya itu lemak pindah aku ke neraka bela. Apa? Nak kata nikmatnya duduk di surga. Bayangan kita bae nikmat. Nak minta apa? Ado galo. Yang terlintas sedikit, terlintas bae laju ado galo. Kenikmatan. Tapi tidak bisa duduk dengan Rasulullah. Tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Sudah. Sedih kita. Makanya tadi di jam tersebut, jam qobliyah zuhur, Allah Ta'ala buka pintu langit. Makanya kita kesempatan untuk minta, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katanya di sini, ini katanya adalah kinayah. Kinayah apa katanya? Kalau kita berdoa itu katanya suratul wusul. Kalau ibadah namanya pintu. Pintu ini kan penghalang. Kalau kita masuk ke rumah wong, jangan masuk ke rumah wong lah ya. Kalau masuk rumah wong itu banyak aturannya. Katakanlah kalau kita masuk mungkin ke stadion kali. Stadion lah gambaran yang mudah nih. Masuk ke stadion, ditutup ini. Nak masuk stadion dengan pintu tertutup. Kaki sedikit-sedikit. Dengan pintu dikangkang ke, dibuka kan ya, selebar-lebarnya. Beda lah ya. Kalau dengan sedikit-sedikit, dikit masuk. Tutup lagi, tutup. Tapi kalau dibuka kan ya, kita masuk ya. Wah, langsung kita masuk. Nah, katanya ibarat doa pun seperti itu. Ketika di jam tersebut katanya akan cepat sampainya. Dibanding ketika langit Allah Ta'ala tertutup. Dikiaskan seperti itu. Makanya tadi di jam tersebut, jam ini zuhur ini jam manusia lalai. Makanya katanya afdol. Sebenarnya salat duha itu jam 7 pagi sudah masuk. Jam 7 pagi sudah masuk waktu salat duha. Tetapi katanya kapan afdolnya salat duha? Oh, jam 11 kebucuk itu nah. 11, setengah 12. Kenapa? Karena di jam-jam tersebut jarang ada yang ibadah. Wong lagi sibuk dengan urusan dunianya. Siapapun dia. Sibuk dengan urusan dunianya.